عمرك رحت فرح ولقيت المعازيم فجأة فضلوا يضربوا في بعض من غير سبب زي المجانين؟ أو الكلام ده بقى كان في فرح لشاب اسمه وهبة سامي. وهبة سامي شاب من عزبة عفيفي بمحافظة الدقهلية، والسبب كان إيه؟ مشروب تمر هندي. في سنة 2020 يا سيدي، في فرح سامي بقى والمعازيم كلهم كانوا فرحانين وبيرقصوا وبيغنوا، والعريس في وسط المعازيم وقرايبه واصحابه بيرقص مع عروسته عادي جدا. جو مبهج بطريقة مش طبيعية. فرح بقى يا سيدي، لكن فجأة كل حاجة اتحولت لرعب، وده تحديدا لما البوفيه قدم مشروب تمر هندي للمعازيم. المعازيم هنا استغربوا من مشروب التمر الهندي اللي اتقدم، لأنه مش من تقاليدهم في الأفراح، لكنهم شربوا التمر. لكن بمجرد ما شربوه وكل حاجة اتغيرت. الفرح اتحول حرفيا لفيلم رعب. أولها كانت مع العريس لما بدأ يحس إن بطنه بتوجعه جدا، وبدأ يرجع كل حاجة فيها. والعروسة حصل لها حاجة أغرب، اسمها كده بقى متيبس زي الصنم، مش بتتحرك من مكانها. وفجأة وقعت من طولها قدام المعازيم، واللي حصل لهم حاجة أغرب وتعتبر أكتر رعب من كل اللي فات. المعازيم بدأوا يضربوا في بعض، يضربوا ويشتموا ويهزقوا ويكسروا من غير أي سبب. وفي وسط المعازيم كان في ست بتصرخ وبتضرب نفسها بالكفوف وبتولول، وشالت الطرحة بتاعتها وفضلت تقطع في شعرها. مشهد كان غريب وعجيب ومرعب لأقصى حد، ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. فوضى غير طبيعية. واللي ما شربوش العصير محصلهمش حاجة، لكنهم في وسط الفوضى والهيجان اللي حصلان ده كله ما يقدروش يعملوا حاجة، انهم كانوا مصدومين هم كمان من اللي بيحصل. المعازيم فضلوا يقعوا على الارض، دخلوا في حالة اغماء، بعدها يقوموا ويفضلوا يصرخوا ويضربوا في بعض زي المجانين. الموضوع ما وقفش لحد كده. في من المعازيم بدأ يتكلم بلغة غريبة، ومنهم اللي بيصدر اصوات زي الافاعي. والمعازيم اللي متجننوش قالوا ان اللي عمل كده زوزة، دجالة اسمها زازا. وزازا دي حطت عمل او سحر في المشروب علشان تسحرهم. الست دي معروفة في القرية انها بتعمل عمل سحر، وتحديدا سحر اسود. وربطوا ده بان زازا لما ادت العروسة مبلغ اللي بيسموها النقطة. العروسة جات لها حالة التيبس دي وفقدت دماغها. والكلام ده كان قبل الفرح بكام يوم. العريس بدأ يفوق من الحالة اللي هو فيها، والمعازيم اللي فايقين قالوا له: يا ابني خد عروستك وامشي. وده اللي حاول العريس يعمله، حاول يشيلها وياخدها بالعافية. أول ما قرب منها قعدت تضربه وتصرخ وتقطع في فستانها، لدرجة إن هو أخدها بالعافية وشالها وطلع بيهم شقته. أما المعازيم فلسه في حالة الهرج والجنون والفوضى اللي هم فيها، لحد ما قرر خلي العريس واسمه السيد عبد الجواد يجيب شيخ راقي محترم علشان يهدي المعازيم. ولما جه الشيخ وبدأ يقرأ عليهم الرقية الشرعية، قالوا إن المعازيم اتصابوا بسحر جماعي، والسحر ده كان قوي جدا وهو سحر الجنون. والسحر ده صعب يتم السيطرة عليه في جلسة واحدة، في منهم اللي محتاج أكتر من جلسة. والحمد لله الشيخ نجح في السيطرة على عدد من المعازيم وهداهم شوية من أعراض السحر اللي كانت ظاهرة عليهم، لكن قال لهم إن بقية الأشخاص محتاجين أكتر من جلسة. وبعد 4 أيام من الحادثة الغريبة دي، الشيخ كان مستمر في عدد من الجلسات مع الناس اللي اتصابوا بالسحر. وفي ست تانية أهلها جابوا لها شيخ راقي غير الشيخ الأولاني اللي حضر في الفرح. الشيخ ده بقى يا سيدي حصل له أثناء الجلسة دي هلوسات، وبدأ يتخيل وجود حاجات وخيالات أفقدته تركيزه وهو بيقرأ الرؤيا الشرعية. أهل القرية اتهموا زازا بأنها هي اللي عملت السحر ده، وتحديدا إن في شخص جالها قبل الفرح بيوم الساعة 2 الفجر، والشخص ده طلب منها إنها تبوظ الفرح. على حسب ما عرفوا بعد كده، زازا بدأت أول أعمال السحر من خلال الفلوس اللي هي النقطة اللي بتسلموها أهل القرى للعروسة أو العريس كنقطة بيدوها لهم كمباركة منهم. وإن السحر في الدرجة الأولى كان موجود في النقطة اللي اديتها للعروسة. أما السحر التاني
كان موجود في التمر الهندي، واللي كانت بتشرف عليه الساحرة زازا بنفسها علشان تطمن انه يتقدم للمعازيم. الناس اتأكدوا ان زازا هي السبب في كل اللي حصل، فجه اهل القرية واتجمعوا عند بيت الدجالة وولعوا فيه النار. الدجالة استنجدت بالشرطة واتصلت بيهم وجم لحد عندها، فلما الشرطة جات وحاولت تسيطر على الموقف نفسه، وقبضوا بالفعل على مجموعة من الناس المتجمهرين عند زازا استجوبوهم. المتهمين دول اللي هم الناس اهل القرية اللي حرقوا بيت الدجالة، قالوا ان هم فعلا اللي عملوا كده، وقالوا ان السبب ان الدجالة دي عملت سحر للمعازيم في مشروب التمر وبعد التحقيقات الشرطة كمان قبضت على زازا اللي معروفة جدا في الدقهلية على فكرة، واتحكم عليها ب15 يوم على ذمة القضية. واهل القرية اكدوا ان زازا بتمارس اعمال السحر والشعوذة واتصالها مع عالم الجن ده من فترة، والسبب ده كان مخلي اهل القرية يكرهوها جدا ويتجنبوها. فهي لما عملت كده كانت حابة تنتقم من المعاملة السيئة اللي بيعاملوها بيها، وعشان كده قررت ان هي تبوظ لهم الفرح وعملت لهم حالة من المس الجماعي. القضية دي انتشرت جدا في مصر وقتها، واكيد ممكن تكون سمعت او شفتها. وفي النهاية السحر حقيقي، والسحرة والمشعوذين منتشرين في اماكن كتير جدا، في منهم اللي بيملك قوة حقيقية وفي منهم اضعف مما نتخيل. لكن في الاخر زي ما قلت السحر موجود وضرره موجود، لكن ربنا هو اللي يحفظنا وهو الحافظ من كل شيء ومن كل ضرر. ولحد هنا ودي تكون اخر قصتنا النهارده. ايه رايك في القصه؟ وهل تفتكر ان اللي عمله اهل القريه ده صح، ان هم يروحوا ويحرقوا بيتها وان هم يتهجموا عليها دي حاجه مظبوطه؟ قول لنا رايك في التعليقات. ولحد هنا والسلام.